اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح القراقيش الحلوه الجميله الطازه دي. هعمل معاكم النهارده القراقيش بالعجوه وكمان بحشو الملبن. ممكن انتي تعمليها بدون حشو ملبن خالص ولا عجوه، ولا كمان بدون سمسم. اقتصاديه هشه، يعني تعمليها باقل المقادير عندك. ممكن تستبدلي الحليب بمية دافية، ممكن تستبدلي الزبدة بزيت، وممكن تحطي سمنة على حسب ما انت عايزة. كمية البقسماط دي انت عارفة كويس جدا انها في المخبز هتعمل مبلغ وقدره. احنا بكيلو دقيق من البيت هنعمل احلى واجمل قراقيش، غير انها نظيفة وواثقة منها، يعني واثقة انت هتاكلي ولادك حاجة نظيفة. معايا كيلو دقيق، ركزوا بقى في المقادير، بس اضغطوا لايك واشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفوني. معايا كيلو دقيق، عليه معلقة سمسم ومعلقة نشا وكمان معلقه خميره. لو انتي في الصيف، لو انتي في الشتاء هتحطي معلقه ونص خميره فوريه. وبعدين هنزل بكوبايه الزيت اللي عندي وهضرب كده ضرب مستمر، وهتحاولي تدخلي الدقيق كويس جدا في كوبايه الزبده او كوبايه الزيت اللي انتي حطاها. كل كيلو بياخد معايا كوبايه زيت، او كوبايه نصها زبده على زيت، او نصها سمنه على زيت، او كلها زبده براحتك خالص. المهم الزبده عندي تبقى سايله علشان تبقى كوبايه، يعني كوبايه تمام. عشان كوباية زبدة السايلة تعادل كوباية زيت يعني. طيب بعد ما نزلت بالمقادير الجافة كلها ونزلت الزيت كويس جدا ودخلته وفركت جدا جدا الدقيق مع الزيت، هتلمي بقى العجينة بمية دافية او بلبن. بعد ما تلميها، انا مش بعجن بعد ما تحطي اللبن، انا مش بعجن يا بنات، ما تعجنوش عشان احنا عايزينها قرقيش مقرمشه كده. مش عايزين العجينه تبقى كاتمه معانا، فانا مش بعجن، كمان لو عجنتي هتمط معاكي العجينه. طبعا هسيبها في الشتاء اقل حاجة ساعة الا ربع، في الصيف نص ساعة لساعة الا تلت. طيب هنروح بقى نجهز الحشو. الحشو معايا عجوة. العجوة دي انا حطاها على النار ومقلباها كده في معلقة زبدة، وبعدين مشكلاها بالشكل ده كده. الملبن ممكن تعمليه بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها العجوة، بس مش على النار، يعني تحطي معلقة زبدة او معلقة زيت وتهرسي الملبن كويس، وبعدين تشكليه بالطريقة اللي انت عايزاها. بس انا شكلته على طول بدون بقى ما اعمل الخطوة دي خالص. هتجيبي بقى العجينة وتفرديها بالشكل ده. انا اسفة وبعتذر جدا على التصوير، طبعا الكاميرا كانت جاية على جنب وانا مش عارفة. آم، بالشكل ده كده الحشو طبعا قدامكم وانتوا شايفين انا بعمل ايه. فاثناء بقى التشكيل انا عايزه احكي لكم حكايه. لو انتي عايزة الطريقة والوصفة، لو انتي عايزة قصدي مقادير اي وصفة تانية شفتيها على القناة، ادخلي تحت الفيديو اللي انتي بتشاهديه. يعني مثلا عايزة طريقة البشاميل وانا بشاهد القراقيش، ادخلي تحت فيديو القراقيش واكتبي لي انا عايزة طريقة كذا، وانا هتواصل معاكي على الخاص وهقولك الطريقة. تمام، انا برد على كل التعليقات وبشوف كل التعليقات اول باول. طيب ولو انتي شفتيني قبل كده ما تنسيش تضغطي على اللايك. طب ولو انتي اول مرة تشوفيني، اضغطي على كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وبعدين اضغطي على الجرس عشان في ناس بتقولي انا مش بعرف ان انتي نزلتي فيديو جديد. اضغطي على كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وبعدين هيظهر عندك الجرس اضغطي عليه، واضغطي على كلمة الكل. كده يبقى انت فعلتي الجرس. اول ما انزل فيديو جديد اليوتيوب تلقائي بيبعتلك اشعار او رسالة، يعني ان انا نزلت فيديو جديد. طبعا انا قلت ممكن تستغني عن السمسم خالص، ممكن تستغني عن اللبن وتحطي مية دافية. المهم في الاثناء دي انا مشغله الفرن، لان انا كده الفيديو ده قديم، انا عاملاه في الصيف اصلا. فبعد ما اشكلها بالشكل ده مش هتاخد معايا بالظبط ربع ساعه، لكن في الشتاء بسيبها نص ساعه عشان تبقى تمام الخمر. لكن في الصيف بسيبها ربع ساعه بس في الصينيه تبقى كده تمام معايا. طبعا انا شكلت بالطريقه اللي تعجبني، انت برضو هتشكلي بالطريقه اللي تعجبك، بس المهم في الاخر انها تطلع معانا حاجه معموله من البيت ونظيفه وكمان اقتصاديه. طبعا هي كده خمرت، هدخلها بقى الفرن. بعد انا احطها على الرف الوسطاني هتاخد لون من القاع، وبعدين بولع الشعلة. يا دوب اخلي انتي، انا مش فارق معايا بقى موضوع التحميص، انتي ممكن تتك عليها شويه في التحميص، تنزليها بدري شويه، مش هتفرق معايا خالص. لان في الفينو انا قلت لازم الحراره تكون عاليه، لا في القراقيش الحراره هتكون واطيه علشان احنا عايزينها تطلع مقرمشه. زي ما انتوا شايفين حاجة جميلة واقتصادية، وقلت لكم على كل البدايل. بجد بجد يعني الطريقة مضمونة، جربيها، ويا ريت اللي جربتها ترجع تكتب لي في التعليقات من باب الأمانة إنها الوصفة نجحت معاها. بقول لي المقادير تاني بسرعة. ممكن كوبايتين مية دافية على كيلو دقيق، وحسب كمية الدقيق اللي عندك ممكن
الدقيق اللي عندك ياخد كوبايتين الا ربع او يزيد عن الكوبايتين على حسب الدقيق اللي نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. كل كيلو دقيق بياخد معايا معلقة خميرة في الشتاء ومعلقة ونص، معلقة في الصيف خميرة فورية، وفي الشتاء بيبقى معلقة ونص خميرة، وعليهم معلقة نشا، وكمان معلقة سكر، وكوباية زيت، وكوبايتين لبن، و ايه كمان، بس خلاص. مش عايزة بقى تحطي سمسم ولا عجوة ولا ملبن، براحتك خالص. شرفتيني في قناتي. اللي أول مرة تشوفني، أنا بجد بجد برحب بكل المشتركين الجدد اللي معايا من يومين. دخل لي مشتركين جديد جدد يعني في القناة. شرفتوني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما اكونش رغيت كتير. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.